أستاذ العلوم السياسية. أهلا وسهلا. أهلا بك. ومن القاهرة سينضم إلينا بعد قليل الدكتور جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، كما سنتصل أيضا بالدكتور عبد الله الأشعل وهو أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية في جامعة القاهرة. أهلا بالجميع. الدكتور جمال سلامة من القاهرة معنا الآن. دكتور، كنا نتحدث عن ما جرى أول أمس، يعني كيف قرأت أنت ما جرى أول أمس؟ هل هي تداعيات الثورات العربية أم نتائج المصالحة الفلسطينية أم خليط من هذا وذاك؟ يبدو بالفعل أن هذا خليط من هذا وذاك، لكن طبعا بالفعل العامل الأهم أو العامل الحاسم هو تداعيات الثورات العربية، لا سيما بعدما أدرك الفلسطينيون كيف أن الشعوب العربية تستطيع استخلاص حقوقها من براثن المعتدين، ولا سيما نحن يعني إن كنا لا نفرق بين احتلال وبين استبداد، يعني كلنا كنا في الهم واحد. نستطيع بالفعل أن نرجع الفضل الحاسم في هذا الأمر إلى الثورات العربية، ثم تأتي المصالحة الفلسطينية بشكل ما أو بآخر لتدعم من هذا الاتجاه. هناك من يقول أن سوريا سمحت يعني بتوجه المتظاهرين إلى الحدود، خاصة في الجولان، لأنه منطقة هادئة يعني لم تعرف أي شيء منذ عشرات السنين. ما الذي تريده سوريا من وراء ذلك؟ يعني يبدو بالفعل أن سوريا تريد أن تذكر العالم أو تذكر بعض الشعوب التي بالفعل يعني تتحدث عن حق الشعوب في الحرية والديمقراطية، أننا لنا وضع معين، أننا في مواجهة مع كيان معتدي، كل هذه الأمور، وبالتالي نرسل رسالة أو يعني ليس فقط لا نستطيع أن نتحدث عن أن هذه الحشود التي ذهبت من على الحدود السورية كانت بأوامر سورية بحتة، لكن هناك كان تشوق منذ البداية لعمل مثل هذا، لكن يبدو بالفعل أن كانت سوريا تحجم أو القيادة السورية تحجم مثل هذا التوجه، لكنها أن تسمح وألا تمنع مثل هذا الأمر، فهو بالتالي محاولة لاستثمار هذا الوضع لحماية ما تسميه بالجبهة الداخلية، أو محاولة للمزايدة على أننا بالفعل يعني ما زلنا الطرف الحامي أو المدافع عن الحقوق الفلسطينية. سنعود إليك بعد قليل، سنتوقف لمتابعة موجز بأهم وآخر الأخبار. دكتور جمال سلامة، ذكرت قبل قليل أن ما جرى يعني كانت الثورات العربية وكان للثورات العربية دور كبير فيه، ولكن هناك من يقول أن سوريا سمحت بما حدث، وربما هي يعني تكملة لما طلبه رامي مخلوف مثل ما ذكر الدكتور أنطوان بسبوس قبل قليل. يعني بالفعل يعني لا نريد أن نصف حركة الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه ويعبر عن احتجاجه ويعبر عن رفضه لهذه الأوضاع المستمرة منذ 63 عام حتى الآن بأنها يعني هي مجرد فقط يعني إشارة من النظام السوري، لكن بالطبع يعني أي تحرك لا يجب أن نأخذه بمعزل عن تداعيات كثيرة. يمكن أن نقرأ هذا التحرك في ضوء الثورات العربية، يمكن أيضا أن نقرأ هذا التحرك في ضوء مصلحة يحققها نظام الحكم في سوريا من مثل هذا التحرك، بأنه بالفعل يعني يعطي إشارة إلى الخارج العربي أو إلى الشعوب العربية بأننا يعني لم ننفصل عن المطالب العربية، لكن لدينا خصوصية معينة بأننا في مواجهة مع الكيان الصهيوني، ويعطي أيضا رسالة إلى إسرائيل وإلى الولايات المتحدة بأن البديل عن غياب النظام السوري هو ما سوف تشهدونه من تصعيد، أو أن هذه الجبهة التي ظلت هادئة منذ أكثر من 40 عام، منذ 38 عام، منذ حرب 73 حتى الآن، لن تكون هادئة بأي حال من الأحوال، وهذه فقط مجرد تجربة يعني. طيب ما هي الرسالة دكتور جمال سلامة، ما هي الرسالة التي قدمها الفلسطينيون، رسالة ربما للعرب وللمفاوض الفلسطيني خاصة الذي قد يتجاهل حق العودة بالنسبة لفلسطيني الخارج؟
العرب والمفاوض الفلسطيني لن يستلم أي رسائل وسيرفض الاستلام وسيؤشر عليها ويقول أن الشخص المطلوب غير موجود أو غائب أو مغيب. العرب والأنظمة العربية ليست في وضع يسمح لها باستلام رسائل. حتى الأنظمة التي بالفعل يعني حدث فيها تغيير وحدث فيها ثورات ما زالت تعطي أولوية، وهذا عذرها لترتيب البيت الداخلي أولا، ثم بعد ذلك نتحدث حينما تستقر الأمور عما يحدث في لأشقائنا في فلسطين. أنا أظن أن إذا كان الفلسطينيين يريدون أن يوجهوا رسائل إلى العرب، سواء كان حكومات ثورية أو حكومات غير تقليدية، أنا أظن أنهم بالفعل يخطئون. بالفعل هذه الرسالة يجب أن يوجهها فلسطيني الخارج إلى فلسطيني الداخل. طيب يجب أن يوجهها. نعم. هل تتوقع أنت أنه بالإمكان حدوث انتفاضة ثالثة؟ هذا شيء وارد، ولا سيما في ظل حالة الزخم وفي ظل يعني ما يمكن أن يحدث من دعم مادي ومعنوي من قبل الشعب المصري لانتفاضة الشعب الفلسطيني. نحن نعلم أننا كنا في ظل النظام السابق كان هناك عمل يعني شيء كبير من التواطؤ بين النظام السابق وبين الكيان الصهيوني، وهذا بالفعل ما كان يجعل أي دعم معنوي حتى مجرد التظاهر في ساحات الأزهر لصالح الشعب الفلسطيني كان يقمع. لكن أنا أظن الآن أي حكومة لن تستطيع أن تقف في أو تتصدى لمحاولة دعم الشعب المصري معنويا وماديا إلى أشقاء فلسطين، وهذا ما سيجعل الانتفاضة إذا حدثت انتفاضة ثالثة سوف تكون انتفاضة أكثر قوة من انتفاضة 87 وانتفاضة طيب انطلاقا مما قلته دكتور جمال، نمر إلى أسئلة المشاهدين والمستمعين عبر الفيسبوك. نبدأ بالسؤال الأول. أنس ضميرية من سوريا تقول: هل يعي الإخوة الفلسطينيون استغلال النظام السوري للقضية الفلسطينية لمصالح النظام الخاصة، وهل هم جاهزون للتعاطي الجدي مع هذه الفكرة؟ دكتور جمال سلامة. يعني أنا أظن بالفعل أن الأخوة الفلسطينيين يعون بالفعل عملية أو محاولة النظام السوري لاستغلال الأوضاع على الساحة الفلسطينية أو الساحة الأقليمية للخروج من مأزقه. لكن أنا أظن بالفعل أن الشعب الفلسطيني بالفعل قادر على أن يفرق، وقادر بالفعل على أن يستثمر هذه الظروف لصالحه وليس ضده. يعني إذا أردت أن توظفني أنا أستطيع أن أوظفك أنت ولا توظفني، وهذا ما حدث في الأحداث التي شهدتها الساحة الفلسطينية على الحدود مع الكيان الصهيوني بالأمس الأول. يعني هي بالفعل إذا كان النظام السوري أراد أن يستغل أو يستثمر الحالة الفلسطينية لإرسال رسالة إلى إسرائيل أو إلى العالم بأنني الآن الذي أجعل الحدود هادئة، فأظن أيضا أن الفلسطينيين استطاعوا بالفعل أن يستغلوا أو يستثمروا هذه الرغبة لدى النظام السوري بأن يعبروا عن سخطهم وعن هذه الحالة اللا إنسانية التي يعيش فيها الشعب الفلسطيني منذ 63 عام حتى الآن. أظن أن هناك مصالح متبادلة يعني. طيب لك تعليق على هذه الشعوب؟ لا شك أنها تتعاطف مع قضية الشعب الفلسطيني المحقة، أما الأنظمة فهي تستغل قضية الشعب الفلسطيني. السؤال الثاني. اسكندر ولد عباس النصري من تونس يقول: ألن تغير الثورات العربية المشهد السياسي في بلدان المشرق بما ساهم في هبوب رياح الانتفاضة الفلسطينية من جديد؟ دكتور جمال سلامة. بالطبع طبعا الثورات العربية غيرت كثير في بلدان المشرق. نحن نتحدث عن سوريا ونتحدث عن بعض القوى التي كانت بالفعل يعني تحاول أن تحتكر الساحة في لبنان. أظن الآن أن هناك نوع من التوازن، وأن أظن أن اللهجة الطائفية اختفت تماما. تبقى الوضع في العراق، والعراق له خصوصية لأنه بلد ما زال تحت الاحتلال، لكننا يعني نعول كثيرا على الدور السوري. وأظن بالفعل أن هذه الثورات العربية يعني هي مقدمة
لتحرير فلسطين. يعني لا يمكن أن نتحدث عن تحرير شعب ونحن بالفعل نحن في الأساس شعوب مستغلة، شعوب محتلة من قبل ما يسمى بهذه الأنظمة الاستبدادية التي تمارس ما يمارسه قوات الاحتلال. نعم. السؤال الثالث، طارق زحزح من الجزائر يقول: هل سيلقى اللوم فقط على رئيس الوزراء الإسرائيلي في حال حدوث أي انزلاق جراء سياساته الرافضة للسلام؟ طبعا نتنياهو رافض للسلام ولم يثبت حتى الآن أنه راغب في ذلك، ولكن وهو لا يتمتع بحرية مطلقة. فهناك مجتمع دولي، وعلى هذا المجتمع الدولي أن لا يمر بنتنياهو ويعترف بدولة فلسطينية في حدود 67 من خلال قرارات المجلس الأمن والأمم المتحدة، ومع الاعتراف بتبادل الأراضي. إنما إسرائيل تريد الاستمرار في فرض أمر واقع جغرافي وديموغرافي حتى تفشيل كل هذه المحاولات. السؤال الرابع، أحمد شعبان من تونس يقول: هل أن النقمة على الوطن العربي هي ركيزة الأحداث الجارية، أم أن هذه الشعوب تسعى نحو إعلاء قيم دينها ورفع راية الإسلام؟ دكتور جمال سلامة. يعني لا أعلم فكرة النقمة على الوطن العربي أو ماذا يقصد. يعني على الأنظمة، يقصد الأنظمة. بالفعل النقمة على الأنظمة يعني قد يكون بالفعل هي الأساس، لكن الحديث عن رفع رايات الإسلام هناك بالفعل من يتبنى نهجا، وكلنا بالفعل ممن يرجون لله وقارا، لكن بالفعل يعني هذه الثورات في الأساس هي ثورات ضد الظلم وضد الاستبداد. حينما نتخلص من الظلم ونتخلص من الاستبداد أظن أننا بذلك نكون قد يعني أحيينا ركنا من أركان العقيدة الإسلامية السامحة التي ترفض الظلم وترفض الاستبداد وترفض حالة الاستهزاء، ولدينا في أحاديث الصحابة والسلف الصالح ما يؤيد ذلك. شكرا لك دكتور جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. شكرا على المشاركة في برنامج بيت مباشر. تعليق باختصار.